خذلك من الدنيا دروس وبتغرك ذي الفلوس، ولا على غيرك تدوس دي شوف نهايتك وش تمام. خليك بسيط في دنيتك، بالطيب امشي سكتك وارسم عليها بصمتك، بتعيش حياتك يا سلام. شكله يجنن حسه يطمن، حسنه خلاه جيبي مبون. محلى الأخضر لمن يكتر، يفرح قلبي كل يوم أكتر. بالحب نحقق حلمنا، مش بالفلوس ولا الغنى ولا التخاصم بيننا، بس بالمحبة والوئام. حوسي دوسي هات فلوسي، أحلى كلمة في قاموسي. شكله يجنن حسه يطمن، حسنه خلى جيبي مبون. حوسي دوسي هات فلوسي، أحلى كلمة في قاموسي. محلى الأخضر لمن يكتر، يفرح قلبي كل يوم أكتر. سايس أمورك بالبصر، ازرع وباتقني الثمر، زي ما يقولوا من صبر بكرة ينول كل المرام. شكله يجنن حسه يطمن، حسنه خلاه جيبي مبون. 5 سنين حوسي دوسي مستني فيها فلوسي. مدكني محمود أنا غيرت اسمي. محمود ايش انت زعلان؟ لا بس كذا قليل متضايق. يا اخي بس اسمع يا محمود، والله اني اسفه، والله ما اسمه ده على المنشور اللي فعلته، والله ما كانش قصدي، والله أنا يعني يا أخي اسمع، هذه صاحبتي زادت علي والله، قالت لي نسوي منشور. انت هبلة
قالت لك صاحبتك تهديه بك وانت تهدهتي معي. يا محمود مش انا قلت لك انه اني لما اكون متضايقه وضبحانه انه اني اكون اشتي هدر اشتي خرج اللي بقلبي. وانا كنت قلت لك يا محمود كون اسمعني كون قل لي طيب وكذا كده. ايوه. طيب معك مريم فاطمه وسعاد داخل البيت. يا اخي ما يطيقونيش انا اشتي اهدر معك، انا اشتي اكون كذا اهدر مع حد يسمعني فهمني. طيب انا بقول لك حاجه، دول ما سمعونكش تروحي ثاني طباق داخل النت صلي على رسول الله بدي تكلمينا انا بطبح منك مره مرتين بعدين بسمعك، لكن شمت احنا لكن سهل ولا عليه. خلاص اسمعي انا بقول لك انت لما تكوني من الان وصاعده متضايقه وبيقطيق وشي تهدري وعارفك انك رغايه صح ولا لا؟ خلاص كوني تعالي وهدري معي خذي اللي تشتي. من صدق؟ خلاص قد نحن فيه بها اكيد من صدق. يعني اكون اهدر؟ والله من صدق. خلاص لما تكوني تهدري تعالي هدري انا معي بس ما تهدريش مع احد ثاني. يعني هدري وخذي راحتك. هيسمع هاتي. شفتها هذاك اليوم؟ ايوه. ايش حصل واختك فعلت وسوات، وبعدين اني ايش كنا بنتشاعف اني وهي بالشعور، وبعدين قامت ايش شلت علي المطيبه وقامت قدرتني. صدقني قالت لي يا ربحه. قالت لك ربحه؟ ايوه. وبعدين اني قمت زعلت وبعدين شلت نفسي وحنقته. طب انا ايش ذنبي انا اسمع الكركسه دي كلها؟ وبعدين انت ما سمعتنيش وانت تقول لي هدري واني ما قدرتش اهدر، وانت بعدين تقول لي انا مشغول انا ضبحان انا مشغول انا ضبحان. طيب انت متاكده ان مشكلتك كانت الهدره؟ ايوه كده نرجع زي زمان ونرجع ايامنا نحنا. سعاد خلاص الان اقوم انظف لك غرفتك عشان تدخلي وهي نظيفه. يلا حسن قوم ساعدني. لا قوم صفو عادي، زيادة الخير خيرين. اما سعاد بتنام عندي بغرفتي حد عنده مانع؟ ولا اي اعتراضات، نحن بعدك يا قياده شو اللي اشوف اخوانك ساكتين. ايش في؟ ولا عارفين كلام بعد كلامك يا والده. الف مبروك يا سعاد، مبروك على الحمل يا حبيبتي. الله يبارك فيكم كلكم. اشوفك ساكت يا حسام، ايش عندك مانع؟ لا ابدا، اللي تشوفيه ما انا بعدك. يلا حبيبتي يلا. يا فرحتك انت. فرحان. الحمد لله سعاد رجعت. إلا بالله كيف لك صاحي؟ أنا قد باقي لك قد رقت أساسا أنت زي الدجاجة ترقد بدري. مالك صاحي؟ متضايق. إيش؟ متضايق. أنت طيب مالك تمام؟ ليش في خير؟ ليش متضايق؟ شوفي احنا لازم نعدل الورقة اللي بيننا ونعدل الشروط اللي كتبتيها. ها خير إن شاء الله. إيش قد من هدرة معك اليوم؟ يعني اسألك بالله بتقسي يعني كده تقربينا 5 سنين كزوج. ليش؟ أنا فار تجارب فار أنا فار. لا أنت مش فار تجارب. دي شروط ومبادئ، مش أنت ما تمشيش إلا بشروطك ومبادئك؟ وهذه شروطي وأنت قد وافقت عليها صح ولا لا؟ طيب أنا وافقت عليها الآن 5 سنين
5 سنين مش قليل، 5 سنين. يعني الواحد يحلم انه يكون في معه طفل وانه كذا يحمل اسمه. يعني مستويش يعني تقربينها فترة تقريبية كزوج بدون طفل. قدني أقول الموضوع في بخ بارة كبيرة. كريم، نحن لا يمكن نجيب أطفال نهائياً. يعني ما يحقش للواحد يعني انه يكون معه طفل في حياته؟ يعني ما يحقليش ان انا احلم؟ لا، ما يحقلكش إنك تحلم. هذه شروطي وأنت وافقت عليها وجالس تفحررني الآن وأنت كدك عارف كل حاجة. طيب انا عارف بكل حاجة، بس اقسم بالله العظيم انه هذا ظلم. صباح على خير. معلش. لا أنا قلت ممنوع يعني ممنوع. ويه هذون بناتي زي ما أختك بنتي. طيب ما بعتذر لك. تعتذر؟ لا حبيبي، لما تعرف قيمة البنت اللي معك وبعدين تجيب هدية اعتذار زي ما الناس، يلا بعدين بنفكر نتعامل معك. ما مستويش كذا. طب خلينا نتفاهم معه، بعطي له عيوني والله. لا حبيبي تسلم عيونك ولا نشتي منك أي تفاهم. يلا بدع امشي. طب ايش طمع النونو؟ بلا نينو بلا لواك، امشي. وانا فدا لكم يما، لو تدركم بين حناجكم خيرات والله. يلا واني كمان احبك. اقول لك حبيبي، ايش تحسي الان؟ الدكتوره ما قالتلكش ايش من شهر؟ بيني وبينكم يما كلموا فرح، قالوا يمكن قد عاد ادخل في الشهر الثاني. الله يقصفك يا حسام. وي حبيبي تشتي حاجه اغمنك عليك؟ والله ما في نفسي حاجه يما، بس اذا خورت شيء ولا شيء اكيد عاد اكلمكم. من معي غيركم؟ لا حبيبي انا اذا الكلام ما يمشيش معي انا الان بكون مصلح لك حاجه تاكليها، مش مساله خوره. الله يحفظكم يما وما يحرمني منكم يا رب. شاب ارتاح وكل تفاح وخلى المعدة تتبسم، خلى المعدة تتبسم من بعد كفاح وعرض سلاح. خاف الموز لو يعدم، أخاف الموز لو يعدم. تخفيضات ما نسي يصلح سيارته ببلاش. يا اخي ما افكارك يا اخي، شمت بناء عند الناس. ايش بيقولوا بالله عليك؟ بيقولوا دي ورشه ولا مخبازه؟ يا اخي خليها نجمع زباين، عمنا بيجي وما فيش ولا زبون بالورشه، بيعلقنا احنا انا وانت. يا اخي عادي، حتى لو وقع عمك قل له ما في الزباين، الناس ما عاد تهتمش باصلاح سيارته. تصلح سيارته؟ خرج شوف الورش اللي جنبنا شغالين وزباين وامورهم طيبه، ما فيش الا نحن بس جالسين زواقات معانا. ما عجبناش الكلام، ايش تلمح؟ ما لمحش ولا حاجه، لا تفهمناش غلط، بس انا قصدي اتصل بالزباين قول لهم انه نحن عاملين تخفيضات. يا اخي اسمع، شوف انا بقول لك حاجه، انا ما اقدرش اسوي اي تخفيضات، انت قدك عارف. وبعدين قدرنا انا اشتغل بالورشه، حتى داخل وس اروق انه نحن معانا نحن ورشه تعالوا صلحوا. ما حد حتى رضى يقول لي بكم تصلحوا الماكينه، بكم تغيروا الزيت، بكم تصلحوا بمب البترول. ورشه تعبانه. انا بصراحه ايش افتح لي ورشه كبيره يا اخي، ايش امكانيات اشتي كل حاجه الكتروني. شوف سألك بالله، شو وقت الفشخره حقك هذه والشطه، احنا جينا ناكل عيش اوف بدون صاحب الورشه واقي. يا جماعه فين البياس حق اليوم؟ فلوس ايش يا غالي؟ لنا شهر بلا فلوس اخوك. غداء وشوف البنات اللي بالورشه كلهم بيت الجيران غدايا عليهم. يا حيا بالغالي، والله انا دائما اذكرك يا سيد الناس. هي الفلوس موجوده، بس اعتقد لو تجي بكره بتلاقيها كلها جاهزه. لا ابي اجي قال اليوم ما اجي اشيل البياس. يا بلو انا برتب سامان. طيب هو ابوك يشتري من الفلوس. طيب ما فيش مشكله. اسمع، ايوه اسمع، شوف هذه، ايوه هذه 5000 يعني يشيل لها حق اليوم، وبعدين الباقي بقى اجيب لك. 5000؟
هذه 5000. اشتغلت اليوم كله 5000. حقيش دي اخي والله انك قال حبوب الله. 5000 ريال في يوم كله اشتغلتوا 5000 ريال. انا بكلمها بيه انكم اشتغلتوا اليوم كله 5000 ريال. هات البياس. ماش معي حتى شوف الكشف يعني ماش فلوس. انا بشوف الكشف. 1000 ريال. 1000 ريال كم 5000 يعني 6000 ريال اشتغلت اليوم كله. بالله شوف لي لو لقيت 2000 معك اخوك يا عام بلا اكل شوفوا بلا غدا. ايش دور؟ دور 5000 هيك دور بياس. ما في، شفت الكشف فاضي ما في شغل. انا بروح اكلمها بيه. ها؟ انا بروح اكلمها بيه انه 5000 ريال اشتغلتوا اليوم كله. انا بروقهم. ما لا تعال اقول لك انا وي تعال روح له. الذي يقول لك روح لك وي. هذا انا اقول لك رجال صارنا احنا بنو يعني انا خايب يا محمود دقيق. طبق ان احنا سراحه غندر تيكر وهنا غداك داري ما عاد اعرفش اصوت. البنات ما ليش حتى ولا البن كبيره. خلاص حبيبي، بس انت لازم ترجعي لي عشان اشوفك. مع السلامة. مالتي؟ مالكش دخل بالناس، كوني دقي الباب قبل ما تدخلي. تمام؟ من البنت برا قالتنك دقيتي الجرس كنت دخلت. مالك يا مريم؟ والله ما اقول لك الا خير. الرجال الشي يخلف زي حسام وسعاد طلع له قرون. وانت ايش اللي مانعك؟ الولد محترم وابن ناس، يكفي انه ما دخلش معك باي مشاكل للان. مش زي زوجات اخوانك كل يوم معاهم مشكله. حتى يعني هو كل يوم مشاكل مع بعض، بس يعني على الاقل كريم طيب والله. لكن موضوع خلفه الان نهائيا خالص ممنوع. ايش اللي براسك؟ من حقه انه يجيب جوهر، وهذا حلم كل واحد فيكم. لو في تأجيل قسوا مع بعض وتفاهموا وقرروا. لا أنا في بشطاف الصدق، مش وقت خلفة. أنا عادني ما حققتش أحلامي، أحقق أحلامي بعدين موضوع الخلف على الله. مريم، أنت تحبيه ولا لا؟ صراحة رجعتي ما تنفهميش. أنت بتكون الزواج زواج مصلحة. أكيد لا، بس يعني أنا باكت ويدي سوا عدلي ما باكت حتى تنسى. هاي هلا تمام. ايش بتفعلي؟ اليوم افعل رصان ولا دقاق. بصراحة ريحة المطبخ مدري كيف، أحس بطوني قد بتفعلها كذا يمي. أو مود المزايدة يا أختي، الحريم كلهم يحبلوا ولادهم أو مو في ذيك. يا ناس البيت هذا ماشيش عدي على خير. يا ناس أنا جالسة ساكتة وهي قاعدة تتحرش في بي الليل. كل الحريم يحبلوا ولادهم. استغفر الله العظيم. يا رب يا رب يا رب صبرني. أنا مغطية من الأكل. أنا آسف. دي حاجة بسيطة. شكرا. بصراحة الكيكة حالية، بس ايش دخلها بالاعتذار؟ دي خاصة بالمولود حقنا. فيها سويت لك ابيض واوريو اللي يعجبك. حلو لونين يعني. الله عليك يا حسام يا ابو الافكار. اكيد الموضوع توم. توم وجيري بدالك مش وقت الناس يتصالحوا. خلاص يا بنتي سامحتي؟ خلاص آخر مرة.
اكيد اخر مره يا حبيبتي، ما عاد فيش مره تانية خالص. ولا بعدين بنكقفه ايش؟ بنكقفه ذهب، الذهب بدل القشره دي اللي جابه. من قشره مالي قشروا راسي دير بعقنا. بس يا مريومة الهدية يا بنتي بقيمتها مش بوزنه. والله ما ادريش انه حبيبي حسام رومانسي لهذه الدرجه. دحين كيف انتظر والله نقطع الكيكه خارجونا. شوف الناس كيف رومانسيين، تحسك عند الكيكه. ما تمام انا بجيب لك، بس احنا مش قدامهم كذا ولا عليك، من دي العين قبل دي العين، ليك هديه احسن من دي. ابشري محمود. هدايا وحود ما فيش زيها، شفناهاش عمرنا كله. كلميهم يا مريم على الهدايا حقا. شفنا هدايا قصلك. انت ما شفتيش امي شداني من زفاف؟ ودين الله جاب الكتاب. ايش اسوي بالكتاب ده؟ على فكره انت ايش فاهمك؟ على فكره يا عم الكتاب يعني الكتاب مهم في كل وقت وكل حين. سال شوف الكتاب حق اللي جبت محمود قراه واستفاد منه. ها؟ قريت الكتاب اللي هبيت لك بالزفاف. الكتاب اللي جبت لي هو؟ ها؟ مطروح بالرف. معلش. يا رب كتر بالحوادث يا رب، يا رب كتر بالحوادث والمطبات والحفار يا رب عشان نتزوج ونشتغل. واشوف برسل الخشن حقي ايش قالك. زي ما الله ما رزق محمود البطريق هذا الله بيرزقنا. الله كريم يا بنت. أهم شي الحنية وأنا أحبك وأموت عليك. أنت بالنسبة لي حاجة كبيرة. أنا أحبك قد الدساميس والبانات والمكاين. سهل يا رب. 3 كيلو صبر يا رب والباقي فرغوا على عبادك. يما بصراحة الخاتم يجنن، شكرا. كيف ذوقك دوية صح؟ أكيد علشان كده اخترتني. انا الكيكه بصراحه لذيذه، سامحونا بطلنا نشل لي ولا الغرفه مشي حرمه. راح ينام. بدك اكلت نص الكيكه عادك كمان شي تطلع لها فوق. بس الهوار احنا شبعنا. صدقوا يا عيال والله هذه اللي مناقصة فرح. البنت هذه غدا من البيت وفيه. تصدقي يا ماما حتى أنا حبيتها قوي، قلت والله وكانت موجودة. ايوه هذه فرح صديقتي الصدوقه. صحيح. صلولي صحيح. كلام حقوقهم صحيح. لا واضح واضح صحيح بوجهك. ما شاء الله انت ومحمود كملتوا اللي احنا الكيكه وانتوا جالسين تصححوا كلامنا احنا. كل خلاص يا كل. كل نجيبها الكيكة. خلاص. شبعان. هداء ما انك ضبحانه وساكته. افتهمني شتي تهدري. يلا تمام يلا بسمعك، يلا اهدري تفضلي. لا أنا مش هدر، أنا اليوم ضبحانة. الله يرضى علينا وعلى والدينا. طيب ايش في؟ أختك كانت تلاكع علي، شكلها شايلة عادة بقلبها مني. كانت تلاكع علي ليش أنا أكلت الكيكة. لا يا الله، ما لا يا اختي. يعني اختي طيبه تجي تضحك يمكن تجي تصافط وبعدين انت ما تقدريش يعني تفحصي على الصغيره والكبيره. الموضوع عادي يعني، خلي قلبك كبير يا هدى. إلا شايلة علي أختك. أنت لا تقوليش فاهم إنك حركات البنات، أنا فاهمة حركات البنات. أختك عادة قلبي وارم مني، شايلة. لا يا الله يا هدى، اختي انا اعرف يا مريم، يعجبها كذا، يعجبها تتصافط، يعجبها تضحك. انا اعرف اختي، اعرف طبعي اكثر منك، فهمينا. خلاص طيب.
يلا خلاص قومي بالله طفي لنا السراقات، خلنا احنا ننام. ما احنا الصبح شغل، وبعدين صاحب الورشه بيجي من السفر، ما فيش نحن الطافه نتصاحل احنا وهو. ملاني عادني متحامقة. لا يا رب، ايش في؟ يلا قولي ايش في الان؟ أنا حجزت لي ولك عند الدكتورة. لا يا رب، انا وهذه الحرمه. مالك ايش قبل الكلام؟ ليش حجزت عند الدكتوره؟ ايش اللي حصل؟ شي تمرضين احنا؟ شي تميتين احنا؟ ايش في؟ حجزت دكتورة نساء ولادة لي ولك. يا الله، انا وهذه الحرمه بتجنن بيك قسما بالله. شو تودينا عند دكتور نساء ولاده؟ مالك انت جننتي؟ ايش في يعني؟ انت حامل؟ لا نشي نتأكد. ليش أنا دحين ما حملتوش؟ نشي نشوف العيب مني ولا منك. لا يا ربي، وصلنا للكلام اللي ما يعجبش حد. ليش يا هدى الله يحفظك؟ يعني الواحد ما يفكرش بهذه الامور، دي الامور متعلقه بالله مش متعلقه بالبشر. وبعدين لما تكوني تسوي هذه الحاجه تكوني استشيريني انا، مش هذا انت بتطلعي لي الضغط. شوفي أصلا ليش سعاد حامل واني لا؟ عادني ما حملتوش. أصلا قاسة تتاحة في اليوم، لو تشوف كيف قاسة تسوي. أنا مغطية عشان ما تدخلش المطبخ. امر الله، ربي شيء تحمل، انا اقول لها لا تحمليش. شوف انت قلت بتتحملني، انت ليش ما عاد تتحملنيش؟ لا مش انت قلت لي هدري وانا بسمعك؟ الله المستعان، الله المستعان. انا بل انت داريه قم عاد اشتيش ابوها الورشه. انا بكره اسمعين اهدريه لما يوقع قلبك، رفسي رفاس، هدري لما الصبح انا معك. الله يسامحك يا بابا، الله يرحمك 5 سنوات حنب احنا. تفضلي يا هدى. ايش تقول؟ لا ما اقولش حاجه، انا بس اتكلم اشوف السراق انه لاصي ولا طافي. تفضلي هدري. ما كلمتيش ابوك؟ ليش ايش قال لك؟ ما قاليش حاجه، بس افتهمني اني ما كلمتيش. اكيد ما كلمتش. ايش عاد اقول له؟ اقول له انك مديت يدك علي؟ والله لو يدري يا حسام لا يقلب الدنيا. اصلا صح انه بابا بيبان عليه انه طيب، بس لو بحاجه بس تضرني او ان هي توجعني لا يقلب الدنيا عليها واطيه. خلاص يا سعاد، دي سخافه مني وطيش والله. اوديك ما يتكررش ده مره ثانيه. واساسا العيال هم اللي يرسلوا من حسابي. جالس مصر في كذبك يا حسام. خلاص والله يا سعاد، اعتبريها صفحه وطويها للابد وما عاد بتنفتحش نهائيا. ان شاء الله يا حسام اني تكون اخر مشكله في حياتنا. بتكون اخر مشكله والله، اكلمك بكل جديه. اللي واقف قدامك ده حسام جديد ان شاء الله. المهم الان اذا جا ولد ايش بنسميه؟ واذا جت بنت ايش بنسميها؟ اذا جاء ولد ايش رايك نسميه باسم ابوك صفوان؟ حلو. واذا جت بنت اسميها باسم ماما افتكار. حلو الكلام بعدك. حتى الولد تسميه افتكار، والله سميه افتكار. ايوه كده اضحكي. والله العظيم ما حزنك. دحين اسالك بالله مريم، انت مش راضيه تنزلي عن شروطك. اسالك بالله، مش بنفسك بنت كده تجري داخل البيت، ولا وليد يلعب من الصاله للمطبخ، من المطبخ للصاله؟ إلا بس يعني مش شرط الآن، يعني عاد إحنا حنمشي نحقق أحلامنا، نمشي نعمل معرض. بس على فكره ايش دخل ده بالموضوع يعني كيف أشرح لك؟ إيش المانع إن إحنا مثلاً إيش؟ نبني مستقبل إحنا، ها؟ نعمل المعرض. تبني لي أول شي بيت جنب أمي. نعمل مشروعنا الخاص عشان نعرف نصرف على عيالي. على فكره انت كده جالسه تكبري الموضوع. انا على فكره اقدر اصرف على عيالي. تمام، إيش المانع إن إحنا يعني نعمل لهم حاجة حلوة ونضمن لهم مستقبلهم؟ مش كفاية يا باشا حضرنا إحنا 5 سنين بزواج ونكاح. ايش تقولي مالي؟ مريم يا احمد سلام. يا أمي محمود، صيح محمود. سرعة يما.